بص يا دكتور، انا واقع في كل المواد ومش عارف اعمل ايه. بقى على الامتحان 20 يوم، اقل من 20 يوم كمان، انا ما بقتش عارف اعمل ايه. خلاص الدنيا بالنسبه لي ضاعت. انا في مواد لسه ما فتحتهاش، في مواد مكسر فيها وما اناش عارف اعمل ايه. انا ما حلتش اصلا، انا ما حلتش والدنيا بالنسبه لي ضايعه. اهدى الله يكرمك، اهدى ابوس ايديك، اهدى. انا كان في واحد زميلي، كان في واحد صاحبي كان بيطلع الاول على المدرسه، وكان بيبدا في اخر اسبوعين وفي اولى وثانيه ثانوي، وكان بيطلع الاول على المدرسه. تيجي نشوف معانا هنبدا نعمل ازاي في اولى وثانيه ثانوي. صدقني الفيديو ده من اهم الفيديوهات لطلبه اولى وثانيه ثانوي. لازم دلوقتي تنزل تعمل لايك، تعمل شير للفيديو ده، وتبعته لكل زمايلك اللي انت بتحبهم. لو انت بعت الفيديو ده لحد فانت اكيد بتحبه، عشان عايزه يقوم ويفوق معاك في الفيديو ده باذن الله. في جدول مذاكره هخليك تلم كل اللي فات دهوت، وهتعرف تذاكروا في 15 يوم بس. ايوه في 15 يوم بس، كل المواد: فيزياء، كيمياء، عربي، احياء، جيولوجيا. مفيش جيولوجيا عندكم. فيزياء، كيمياء، عربي، احياء، فرنساوي، انجليزي، الكلام ده يا عم. ايه المواد اللي عندكم اهي. باذن الله في جدول جامد جدا 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 هعرفك تلم فيه المواد ازاي. وباذن الله قول للتحدي انت ما انتش قدي. رجاله احمد فايد بجد مش زي اي حد. ابعت الفيديو لزمايلك. مستنيين الجدول ولا لا؟ يلا بينا. قالوا لي مش هتقدر، قالوا لي مش هينفع، قالوا لي ما تحاولش ما تكملش لف وارجع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شباب اولى وثانيه ثانوي، واهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم دلوقتي دكتور احمد فايد، وان شاء الله النهارده هقول لك ازاي تلم كل اللي فاتك دهوت، تلم كل المنهج، تلم الترم الاولاني كامل في 15 يوم بس. 15 يوم بس يا جماعه. الدنيا بسيطه، مش عايزك تقلق، مش عايزك تتوتر. اولا كده اهدى خالص، اهدى خالص. الدنيا بسيطه يا حبيب قلبي، والله الدنيا بسيطه، بس اهدى. انا كان في واحد زميلي طبعا معانا دلوقتي في طب بشري، كان بيطلع الاول على المدرسه عندنا في اولى وفي ثانيه ثانوي، وهو ما كانش بيذاكر طول الترم، بيجي في اخر 15 يوم بس ويبدا يذاكر فيهم. طيب ازاي؟ اولا كده يا جماعه لازم حضرتك تصلي على رسول الله دلوقتي، ولو انت ما انتش حاطط لايك تحت دلوقتي كده تنزل تحط لايك. اولا كده يا جماعه تنظيم الوقت، هو عباره عن تنظيم الوقت بس وخلاص، وانك تكون مآمن من جواك ان حضرتك عايز تجيب مجموع كويس، ما انتش عايز تخش في الاخر وتغش وخلاص. انا هنزل لك جدول محترم، وباذن الله الجدول زي ما انت شايف قدامنا اهوت، انا لامم لك فيه كل حاجه، لامم لك فيه كل حاجه باذن الله. وهتعرف باذن الله اللي هو الجدول بتاعنا ده جدول مش اي حد يعرف يعمل اللي هو الجدول ده. شوف يا حبيب قلبي، شايف اللي الطعامه واللذاذه اللي موجوده في الجدول؟ باذن الله انا هتلاقيني لامم لك كل حاجه باذن الله في الايام بتاعت اللي هو الجدول ديت. بس انا مش عايز منك غير حاجه واحده بس، انك تذاكر ورايا اول باول. وصدقني هعمل لكم تحديات زي ما بنعملها في ثالثه ثانوي بالظبط، بس احنا هنعملها ان شاء الله على القناه بتاعتي الثانيه. اللي هي القناه بتاعتي الثانيه هتنزلوا طبعا على اول كومنت تحت، هتلاقوا اللي هو اللينك بتاعها، وهتلاقوني عامل اللي هو الكومنت منها، فادخلوا واعمل سبسكرايب فيها. هتلاقي كل يوم التحدي الاول، التحدي الثاني، الاولى ثانوي لثانيه ثانوي، الاثنين مع بعض. وعايز اقول لك حاجه، لو انت ضايع في الاحياء دي فرصتك، فرصه ذهبيه بالنسبه لك. يعني ايه فرصه ذهبيه بالنسبه لي يا دكتور؟ يعني احنا دلوقتي في الكورس بتاع الاحياء يا جماعه، زي ما انتم شفتوا اللي هو الفيديو الاولاني اللي احنا نزلناه كطلبه اولى وثانيه ثانوي، احنا طبعا شغالين في الكورس دلوقتي. احنا بنعمل ايه؟ بنشرح المنهج كله من اول وجديد. ايوه بنشرح من اول وجديد. وطبعا في مجموعه جديده لو انتم حابين تدخلوا معانا، بنشرح المنهج كله من اول وجديد، وبنحل 3 كتب. واحنا نلحق الفتره اللي جايه دي نحل 3 كتب. ايوه تقدر تحل 3 كتب، وهنحل 20 امتحان شامل. هنلحق نعمل ده كله؟ ايوه يا دكتور هنقدر نلحق نعمل ده كله، بس حضرتك لازم تؤمن بنفسك، حضرتك لازم تبقى متشجع. حضرتك من دكاتره احمد فايد هدربك كل يوم انك تحل اسئله ازاي. في طبعا جروب للمتابعه. ايوه مش هسيبك بس كده وخلاص، مش هرمي لك شويه فيديوهات كده وتتفرج او ما تتفرجش كده وخلاص، لا، فيبقى في نظام متابعه يومي. ايوه حضرتك ذاكرت النهارده؟ ايوه ذاكرت النهارده يا دكتور. حضرتك عملت الواجب بتاعك؟ ايوه عملت الواجب بتاعك يا دكتور. الجروب بيفتح معانا يوم الاربعاء، يوم الخميس ويوم الجمعه، عشان الناس اللي حابه تسال، عشان الاسئله اللي احنا بننزلها لكم يا شباب، عشان الامتحانات اللي احنا بننزلها لكم. ده كله يا شباب في خصم، عاملين خصم جامد جدا، خصم قوي جدا. الكورس ب 100 جنيه، الكورس كامل اللي هو شرح وحل وامتحانات ومتابعه كامل ب 100 جنيه بدلا من 200 جنيه. شوف انا بعمل ده كله عشان حضرتك تبقى من الناس اللي هو كويسه، عشان حضرتك تقفل الاحياء وتتاسس للترم الثاني وتتاسس لثانيه ثانوي وثالثه ثانوي كمان يا شباب. اولا كده نرجع بقى لمرجوعنا اللي احنا كنا بنتكلم فيه. طب هل انا كنت بطلع من ترتيب وانا في اولى وثانيه ثانوي؟ اكيد طبعا كنت بطلع في الترتيب وانا في اولى وثانيه ثانوي. طب كنت بعمل ايه دكتور؟ طب انت كنت بيجي لك وقت كنت ضايع زينا فيه؟ هحكي لك موقف دلوقتي. وانا كنت ضايع وانا في ثانيه ثانوي في ماده اسمها الديناميكا. الماده دي من ارخم المواد زي ما حضراتكم عارفين، وزي ما ثانيه ثانوي عارفين ان هي ارخم مواد، اللي من ارخم المواد حرفيا والله. وانا مش بهزر والله. وكان في اغلب الدروس بتاعتها ما كنتش رحتها.
اغلب الدروس ما كنتش راضي. جيت في الفتره الاخيره لا، ده انا اقعد دلوقتي اتفرجت على اليوتيوب، ده انا اقعد دلوقتي مع نفسي شويه كدهوت على اليوتيوب شويه، اتفرج على 1 2 3 عملت كذا كذا كذا، وبعدين حل 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 حل، روح للمدرس اللي انت عنده امتحن امتحن امتحن، وبعد كده حل تاني، اغلط 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 لحد ما حليت ال 15 او ال 20 امتحان اللي كانوا موجودين في كتاب المعاصر. بعد ما حليت ال 15 او 20 امتحان دخلت امتحان اخر السنه وقفلتها، وكنت من الناس القليله اللي كانوا قفلوا الماده ديت. احكي لكم موقف تاني، كنت مثلا في ماده زي مثلا الاحياء وانا في اولى ثانوي ما كنتش باخد فيها اي دروس، والله ما كنت باخد فيها دروس. ايه اللي عملته؟ كانت قعدت مع والدتي في اخر شويه اذاكر وهي تيجي تسالني في اخر اليوم زي ما احنا بنعمل في المتابعه، اذاكر وهي تيجي تسالني في اخر اليوم، اذاكر وهي تيجي تحل معايا في اخر اليوم زي ما احنا بنعمل بالظبط في المتابعه، وتديني امتحانات هكذا يا شباب. وقعدت احل في اخر 15 يوم ودخلت قفلت الماده، وكنت انا من الناس القليله اللي كانوا قفلوا الماده، كانوا تقريبا 5 على مستوى المدرسه هم اللي قفلوا الماده، كنت انا منهم. فيا جماعه لازم حضرتك تذاكر وتبدا من دلوقتي تحل كتير 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 كتير، حتى لو انا مش فاكر اي حاجه، حتى لو انا مش عارف اي حاجه، هو ده دورك فعلا انك لازم تحل كتير. حضرتك الشويه اللي انت هتقدر تذاكرهم اللي هو في خلال اليوم بتاعك دول هيبقوا قد ايه؟ دكتور انا كنت بروح المدرسه ومش عارف ايه والكلام ده كله، لا اقطع من المدرسه دلوقتي، مفيش مدرسه حبيب قلبي الفتره اللي جايه دي، لا 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 لا. الشويه اللي انت كنت بتصحاهم من الساعه 7 الصبح دول للساعه 1 وتيجي تنام لك شويه لحد الساعه 3 ويضيع لك اليوم بالنسبه لك، لا انسى، مفيش مدرسه خلال الفتره اللي جايه دي. انذارات يا دكتور فكك، مش عارف ايه يا دكتور، غياب يا دكتور فكك، مش عارف كذا فكك، مستقبلك صدقني الفتره اللي جايه ديت ال 20 يوم او 15 يوم اللي جايين دول هم مستقبلك، هم حبيب قلبي انك لازم تذاكر فيهم عشان حضرتك المذاكره خلال الفتره اللي جايه ديت خلاص اللي فات مع السلامه. لا تبكي على اللبن المسكوب، انا ديت القاعده بتاعتنا، لا تبكي على اللبن المسكوب. الفتره اللي فاتت دي خلاص خلصت، لسه في فترات جايه، لسه في فترات انت تقدر تعافر فيها، في فترات انت تقدر تحاول فيها، بس عافر وحاول لان فعلا حلمك يستاهل. اللي انا بقوله لك دلوقتي الكلام هيفيدك في ثالثه ثانوي باذن الله عشان تتاسس، عشان تدخل كليتك. اسالك سؤال، انت حابب تدخل كليه ايه؟ تقول لي انا حابب ادخل طب بشري، حابب ادخل صيدله، حابب ادخل علاج طبيعي، حابب ادخل هندسه، حابب ادخل سياسه واقتصاد، حابب ادخل كليه ألسن. ده كله عايز مجهود، ده كله عايز مجهود كبير. ده انا عايز ادخل فنون جميل، ده كله حبيبي عايز مجهود، ده كله عايز همه، ده كله عايز مذاكره منك، عايز اجتهاد منك بس وخلاص. هتقول لي يا دكتور ماليش دعوه بالكلام ده كله، والدي ومش عارف ايه والتجاره عندنا والدنيا زي الفل وعندنا محل ده والكلام ده كله. قال لك حبيبي لازم برضه تبقى دماغك شغاله مهما كان، لازم حضرتك تبقى دماغك شغاله. وصدقني يا جماعه والله العظيم اللي بيراهن على التعليم ما بيخسرش ابدا، اللي بيراهن على التعليم ما بيخسرش ابدا. بس دلوقتي لازم حضرتك تفوق، وهتفوق ازاي خلال الفتره اللي جايه؟ انا هكون معاك يوم بيوم، انزل لك زي ما انت شايف اللي هو الجداول اللي قدامك ديت حبايبي، شايف الجدول اللي قدامك اللي هو الجدول العظيم ده، والله انا قاعد فيه بقالي ساعتين بعمله، فالدنيا بالنسبه لنا صعبه، فانت انزل دلوقتي اعمل لايك، اعمل شير يا اخي، اعمل سبسكرايب يا اخي، اعمل كومنت يا اخي، روح في القناه الثانيه بتاعت التحديات اشترك فيها. طبعا انا انزل كل يوم اللي هو التحدي على القناه بتاعت التحديات، وانزله طبعا على التيك توك الناس اللي انت بعاني، وانزله طبعا على جروب الفيس والكلام ده كله، فلازم تتابع ده كله، وطبعا اولا كده ما تضيعش وقت خلال الفتره اللي جايه دي. وصدقني والله العظيم انا مش عايز منك في اليوم غير 6 ساعات مذاكره بس وخلاص. الدكتور ده كتير قوي يا عم، 6 ساعات هتسمع فيهم فيديوهات، يعني مثلا لو جيت عندنا في الاحياء، عندي في الاحياء، فانا مثلا منزل لك النهارده يا عم انا عايز منك مذاكره اللي هو الكربوهيدرات والليبيدات. طيب الكربوهيدرات والليبيدات دول ما تنشرحهم في قد ايه يا دكتور؟ والله ساعه واحده بالظبط. طب انا هذاكر بعديها؟ لا مش عايزك تذاكر بعديها، ساعه واحده هتسمع اللي هو الشرح على السبوره، ثم بعد كده بقرا لك، ثم بعد كده بحفظك الدنيا، ايوه، ثم بعد كده عايزك تروح تسمع اللي هو الحل، وبعد كده يعني ده ساعه اهيت، والحل دوبك نص ساعه، وهتروح تحل الامتحان بتاعك. الدنيا بسيطه. هتشترك معانا في الكورس، الارقام اهيت يا حبايبي، وكذلك اللي هو المواد الثانيه نعمل معاك في المواد الثانيه برضه زي ما اعمل معاك في الاحياء. يعني ايه هتعمل معاك في المواد الثانيه زي ما تعمل معاك في الاحياء؟ يعني النهارده عندك مثلا عربي وجبر مثلا وحساب مثلثات مثلا، النهارده عليك في العربي كذا، في الجبر كذا، في حساب المثلثات كذا، ذاكرهم، ولما تذاكر تعالى على البوست وقول لي انا ذاكرتهم بالظبط كده حبايبي. لازم تدخلوا جروب الفيس، عشان انزل عليه برضو التحديات مكتوبه، ولازم حضرتك حبيب قلبي دلوقتي تامن بنفسك انك حضرتك تقدر، وصدقني تقدر، وهتقدر تعافر وهتحاول وحلمك يستاهل. لو انت دلوقتي جبت مجموع كويس، لو انت دلوقتي جبت درجات كويسه، فانت ده بالنسبه لك بيديلك دفعه معنويه لبعدين، للترم الثاني، للسنه الثالثه، هكذا يعني يا شباب.
فلازم حضرتك تاخد دفعه معنويه من دلوقتي. انا وانا في اولى ثانوي كنت في الترتيب في اخر شويه، اللي هو السابع الثامن هكذا. في تانية ثانوي كنت الثاني والثالث حاجه زي كده، مش يعني من 7 سنين يعني من زمان قوي. تمام. في ثالثه ثانوي كنت من الناس اللي هي الاوائل على البلد بتاعتنا، اللي هي تسوق الكلام ده كله. فديت حاجه عظيمه، حاجه كويسه جدا يا جماعه. فلازم حضرتك دلوقتي تقوم وتذاكر وتعافر، لان والله العظيم حلمك يستاهل. ولازم حضرتك تقول للتحدي انت ما انتش قدي. حاليا دلوقتي احنا في كليه الطب البشري، خلاص يعني فاضل لي سنه واتخرج. وصدقني انا بقول لك دلوقتي، لو انت ما عافرتش والله العظيم بتيجي بعد كده وتندم، بتيجي بعد كده خلاص انا مش عارف اعمل اي حاجه. انا هنزل لك بكره ان شاء الله اللي هو الجدول بتاع اولى ثانوي الساعه 6، والجدول بتاع ثانيه ثانوي الساعه 8. فلازم حضرتك تتابع معايا اول باول. ولازم حضرتك يعني ما ينفعش تتفرج على الفيديو وانت لسه دلوقتي ما دوستش لايك، وانت لسه ما عملتش سبسكرايب، وانت ما خدتش الفيديو وبعته لزميلك. يعني انت لو بعتلوش يبقى انت خنزير كده، خنزير ما بتحبوش، ما انتش عايزه يستفيد، ما انتش عايز زميلك يستفيد. لو انت بتحب زميلك ابعت له الفيديو وخليه يستفيد. وطبعا يا جماعه روحوا انتوا الاثنين اسالوا على العرض في الكورس، لو انتوا 2 أو 3 مع بعض الكلام ده كله. روحوا طبعا ابعتوا الرقم الحجز واسالوا على العروض بتاعتنا. بحبكم جدا في الله. يعني ان شاء الله هنلم الاحياء في شوال، وهنلم باقي المواد في شوال. صدقني مع احمد فايد بجد، انتوا مش زي اي حد. جيش احمد فايد بجد مش زي اي حد. وهنقول للتحدي انت ما انتش قدي. صدقني عافر، حلمك يستاهل، والله العظيم حلمك يستاهل. فرحه والدك ووالدتك يوم النتيجه بالدنيا كلها. عايز اقول لك حاجه، والله العظيم صاحبي اسمه محمد درويش يا جماعه، اسمه محمد درويش. محمد درويش ده يعني حاجه عظمه والله، حاجه عظمه والله. كان بيجي في اخر 14 يوم يجي يلم المواد كلها، كان بيطلع الاول. بس مش هقول لك اكتر من كده. بحبه جدا في الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله كل يوم تابعوني في طلبه اولى وثانيه ثانوي، فيكم فيديوهات مميزه خلال الفتره اللي جايه. انا هكون معاكم، انا هكون السند بتاعكم، انا هكون ظهركم. السلام عليكم.